في مشهد بطولي يجسد معاني التضحية والفداء، ويؤكد حرص القيادة السعودية على تكريم أبنائها المخلصين. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود توجيها استثنائيا بمنح المواطن ماهر فهد الدلبحي وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، إضافة إلى مكافأة مالية قدرها 1,000,000 ريال سعودي، وذلك تكريما له على شجاعته النادرة بعد أن أنقذ الأرواح والممتلكات من كارثة محققة. فقد تمكن المواطن الدلبحي من التعامل بشجاعة مع شاحنة مشتعلة داخل محطة وقود، حيث قادها إلى خارج المحطة، مانعا بذلك وقوع كارثة محتملة كان من شأنها أن تحصد الأرواح وتدمر المكان. وجاء هذا التوجيه الملكي الكريم بناء على توصية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، تأكيدا على ما توليه القيادة السعودية من تقدير ورعاية لأعمال الشجاعة والتفاني التي يبديها المواطنون. ويجسد هذا التكريم أسمى صور الوفاء لقيم التضحية والولاء التي قامت عليها الدولة السعودية منذ تأسيسها، حيث تحرص القيادة دائما على إبراز النماذج المشرفة التي تضرب أروع الأمثلة في حماية الأرواح وخدمة المجتمع. وقد أعربت أسرة المواطن ماهر الدلبحي عن بالغ امتنانها لهذا التقدير الملكي السامي، معتبرة أن هذا التكريم وسام شرف رفيع ورسالة واضحة تؤكد أن تضحيات أبناء الوطن محل تقدير وعناية دائمة من القيادة الرشيدة.